انتقل الملك محمد السادس من مقر إقامته ببوزنيق إلى مدينة الدار البيضاء في جولتين خاصتين، متخلصا من البروتوكول للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمدينة، إذ زار مشروع كازا مارينا الذي شيد على مساحة 26 هكتارا باستثمار فاق 8 مليارات درهم، والذي يشهد مجموعة من التعديلات عبر لجنة يترأسها والي الدار البيضاء بعد تقرير فضح جملة من الخروقات همت هذا المشروع. وحسب يوميت المساء في عددها الصادر غدا الجمعة، فإن مصدرها قال إن الملك محمد السادس باشر زيارات خاصة ليقف بنفسه على تفاصيل المشروع الذي لم يشد بعد، رغم الإمكانات الضخمة التي وفرت له لجعله واجهة ساحلية للمدينة تتمتع ببناية عصرية منسجمة مع محيطها، في احترام تام لهندسة المدينة القديمة بل وتنميتها على حد سواء. وأضافت اليومية بأن الملك يركز على مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة الذي استفاد من غلاف مالي قيمته 300 مليون درهم، ستضاف إليها من غلاف مالي قيمته 300 مليون درهم أخرى من أجل إعادة تأهيلها. بمناسبة إطلاق مشروع وصل كازابور ليكون مجموع الغلافين المالي نحو 600 مليون درهم، وهو مبلغ كفيل بأن يبعث المدينة القديمة من رماد الهشاشة.